ليه الصبر بقى عملة نادرة في زماننا وبقينا حاسين ان امتلاكنا للمهارة دي صعب قوي؟ الحقيقة هو في اسباب كتير قوي، بس اكتر سببين منتشرين في زماننا دلوقتي ولو عالجناهم هنوصل للصبر. رقم واحد، التعلق الزائد بالدنيا. بقينا بنتعامل مع الدنيا وكأنها المقر النهائي والمحطة الأخيرة، عايزين فيها الراحة والمتعة والثواب دلوقتي، مش بنعاملها على إنها دار اختبار من سماتها الخوف والقلق والحزن والفقد. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فلما شقلبنا الآية وبقينا بنعاملها إنها دار جزاء مش دار اختبار، ده خلق جوه قلوبنا استعجال وخوف وقلق وما بقيناش قادرين نصبر على أي حاجة. تاني سبب، المقارنات المادية اللي بقينا غرقانين فيها بسبب السوشيال ميديا. طول ما انت بتتفرج وبتتحسر على اللي في ايد غيرك من مظاهر، من اسلوب حياة، من انجازات دنيوية، غصب عنك هيتولد جواك شعور دائم بالحرمان، يخليك غير صبور وغير مطمئن وعايش دايما في قلق. وده طبيعي لما تقارن نفسك باهل الدنيا. عشان تعالج قلبك من جذوره، الحل بسيط، وهو انك تسمع كل يوم 10 دقايق على الاقل عن الدار الاخره. فاكرين في اول الفيديو لما قلنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن الدنيا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات؟ تكملت الايه: وبشر الصابرين. بيعملوا ايه الصابرين دول؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه عملوا ايه؟ ولا اي حاجه، قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ذكروا الله، افتكروا ان هم راجعين له تاني، افتكروا الدار الآخرة وإن هم دلوقتي في دار اختبار مش دار جزاء. فلما عملوا كده ربنا عامل معاهم إيه؟ كافئهم إزاي؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني ربنا يرزقك بالهداية والهدوء والسكينة والطمأنينة والعوض وراحة البال، وفي عز العاصفة يبقى جوه قلبك جنة.